عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ معكم سميرة ام اياد. اليوم غادي نقدم لكم الطريقه ديالي كيفاش كنطيب بوزروق. ان شاء الله نبداو بالمقادير. بسم الله. عندي هنايا بوزروق كما كتشوفوا، غسلته مزيان ونقيته وعصرت فيه حامضه كامله وخليته يترقد في الحامض مده ديال 2 دقائق تقريبا. عندي هنايا 3 ديال البصلات مشلضين صغار. عندي هنايا لاصوص ديال مطيشه. عندي هنايا قزبور ومعدنوس مقطعين. عندي هنايا الثوم كما كتشوفوا، غادي تقولوا علاش هو اصلا بيض، لانني انا كنقطع الثومه ديالي وكنحطها في الفريزر. عندي هنايا شويه ديال الحامض، عصير الحامض كما كتشوفوا، غير شويه لانني ديجا درت عصير حامضه كلها بوزروق، يعني ما غاديش نكثر الحامض. عندي هنايا الزيتون بلا عظم، يمكن لكم نتوما تضيفوا الزيتون ديال العظم وكيف ما حبيتوا، او ديروا شويه د الهريسه او فلفل حار. انا كنت كنضيف الفلفل الحار، الفلفله الحاره او الهريسه للطاجين ديالي، ولكن ولدي ما كياكلش ليا الحار، قال لي ماما بلا ما ديري اليوم. نبداو على بركه الله. انا ديجا درت الطاجين ديالي فوق العافيه ودرت ليه زيت الزيتون كما كتشوفوا. دابا غادي نضيف ليه البصل ديالنا. بسم الله. دابا درت البصله ديالي في الطاجين كما كتشوفوا، ها هي مع زيت الزيتون. غادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون انني جاتني شويه قليله. غادي ندير العطريه ديالي، القوام ديالي اللي كندير البوزروق. عندي هنايا الملحه، عندي الخرقوم غبره، عندي الكمون، عندي فلفل احمر، عندي فلفل اسود البزار. بسم الله. الملح حسب الذوق، يعني كاين شي واحد ما كياكلش الملح، كاين اللي كيدير غير القياس، كل واحد هو. كما كنعرفوا ان الكمون غادي ندير كميه كثيره شويه ديال الكمون، لان دائما الكمون كيجي مع الحوت. غندير فلفل احمر يعني تحميره، وفي الاخير غنديروا شويه ديال الابزار. من بعد كنضيفوا الثومه ديالنا. كنعرفوا ان الثومه حتى هي كتبغي الحوت بزاف. غادي نضيفوا الربيع حتى هو كله. وغادي نحركوا جميع التوابل كلهم باش ينسجموا بعضياتهم. وغادي نضيف شويه ديال عصير الحامض اللي قلت لكم من قبل، وغادي نضيف كأس بحال هذا مملوء بالماء. ها هو كما كتشوفوا، كأس صغير ديال الشاي مملوء بالماء. بسم الله. باش نخليه يطيب على خاطرو وتشحر البصله على خاطرها. وغادي نضيف ليه الزيتون بلا عظم كما قلت لكم، اللي بغى الزيتون بلا عظم كيف ما حبات خاطركم. دابا غادي نغطيو على الطاجين ديالنا ونخليوه يتشحر على خاطرو ونشوفوا الشكل النهائي ديالو. عفوا، بغيت نقول لكم الشكل النهائي ديال البصله ملي كتشحر، وقلت لكم انا الشكل النهائي وما كملتش، سمحوا لي بزاف. دابا من بعد غادي نزيدوا
لاصوص ديالنا ديال الطماطم. كما كتشوفوا البصله ديالنا هي كتشحر مزيان مع التوابل والزيتون. دابا غادي نضيف لاصوص ديال الطماطم. بسم الله. غادي نحرك لاصوص بحال هكا باش تدخل ليا كل مع البصله والتوابل. بعد ما خلطت الطماطم مع البصل باش ينسجموا بعضياتهم. دابا غادي نزيد بوزروق. بسم الله. كما كتشوفوا انا في الاول زدت كاس صغير ديال الشاي اللي قلت لكم ديال الماء، من بعد ما كنزيد حتى حاجه لانني في الاول درت على النار مجهده. دابا غادي ندير النار متوسطه ونخليه يطيب على خاطره. من بعد ان شاء الله غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي اللي حضرت معكم اليوم بوزروق. كما كتشوفوا نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساوش ديروا لي جيم وتشتركوا في القناه ديالي وتدعموني، وبصحه والراحه والى الفيديو القادم ان شاء الله.